يا صباح الخير. رامز جلال، وطبعا بعد اللي حصل مع اسماء جلال، اسمها جلال برضه، هو رامز جلال واسماء جلال ده الاتنين قرايب. طيب طبعا برنامج رامز جلال رغم انه متشاف ورغم ان رامز يعني بقاله مش عارف كام سنه والكلام بيتقال عليه كتير وبتاع، فخلاص يعني ما انك تكلم رامز نفسه حتى بعد ما وصل للسن دوت مش هينفع، لانه خلاص هو يعني شايف ان ده حياته. هو الراجل دي حياته، الهيافه والتفاهه هي دي حياته، فخلاص يعني اوكي. الناس اللي بتروح له بقى، يعني شفنا اسماء جلال واللي حصل معاها، وهي طبعا تقدمت ببلاغ او هترفع قضيه. طبعا الكلام فاضي، يعني هي عملت كده علشان بعد ما ناس كتير اتكلمت في الموضوع. حتى في تقريبا رندا البحيري كتبت لها بوست، يعني قالت لها ده انا نفسي مكسوفه ازاي تسمحي ان الكلام ده يتقال عليكي. طبعا هي ما كانش عندها مانع، يعني لان هي طبعا بيبقوا ماضيين على عقود واخدين عقود وعارفين هم رايحين، عارفين بيعملوا ايه. يعني قصه ان هم يعني رايحين عشان في مبلغ معين، يعني وهي بتاخد الدولارات كانت لازم تمضي على عقد، علشان طبعا رامز ما هوش يعني مش عيل صغير، والشركه اللي بتنتج له يعني مش شركه برضه بسيطه. وكل اللي رايح عارف هو رايح يعني يتهزق. يعني مش لاقي لفظ تاني اظرف ولا الطف من ان هو رايح يتهزق. يعني واحد رايح خلاص عارف ان هو رايح يتهزق، وبالتالي ما يعني قصه ان هو يرفع قواضي وما يرفعوش قواضي يعني هم مع بعض يعني. انما قصه ايه اللي يخلي بني ادم يقبل ان يروح يتهزق ويتمسخر بهذه الاسلوب علشان الفلوس، رغم ان انت مش محتاج ايه. اعتقد يعني الناس دي شغالين، يعني الفنانين معظمهم شغالين، او لعيبه الكوره او whatever كلهم شغالين يعني. فالحقيقه ان لما فكرت شويه وقعدت ابص، الناس اللي بتعمل مشاكل بتعمل مشاكل عشان فلوس، ممكن تبيع تقول كلمتين على بلدها، او تبيع وطنها، او تبيع مبادئها عشان الفلوس، رغم انهم يبقى عندهم. وكنت بفكر الناس دي يعني ليه بتعمل كده رغم ان هي عندها، يعني مش محتاجين يعني. واكتشفت ان لا، يعني في ناس كتيره مش محتاجه وعندها، دول محتاجين اكتر. في صنف كبير من الناس اللي عندها فلوس وعندها فلوس كتير، ربنا سبحانه وتعالى بيعمي قلوبهم، وبالتالي دول بيبقوا خايفين اكتر وعندهم خوف وقلق على بكره، وان هم ما يلاقيش فلوس، وبالتالي بيبقى احتياجه للفلوس اكبر. وهتلاقيه ده في كثير من الفنانين اللي ما عندهمش مشكله، يعني مش عارف مين بيشتم مين، بس مش مشكله بيشتم بلدي، بس انا بيديني فلوس، طب انا خليني معاه ما عنديش. فقصه لقيت الناس دي لا عندهم جشع ونهم للفلوس بطريقه غريبه. فسبحان الله، اللي بيحط لنفسه سعر يا جماعه بيبقى انسان رخيص. كاتب الساخر برنارد شو قابل واحده ست مره جميله، و ست شيك ولبس حاجه كده ارستقراطيه يعني، وست يعني اسمها من اجمل الاسماء وفيها حسن وجلال. فعرض عليها، وكان اول مره اشوفها، فعرض عليها ان هي تقضي معاه ليله مقابل 10,000 استرليني، وده كان مبلغ ضخم ساعتها، يعني مبلغ عظيم مش شاب. فالست فكرت لحظات كده وافقت. فبعد ما فكرت وافقت قال لها بس انا معيش منهم دلوقتي غير 10 بس استرليني. فتعصبت جدا وقالت له انت مجنون، انت فاكرني ايه؟ قال لها يا فندم انا، يا سيدتي انا فاهمك صح، فاهمك كويس، الفرق بس في السعر، الفرق في السعر. فالحقيقه ان الست اللي بتتعرى وتعمل فيلم تاخد فيه 200 مليون جنيه في بعض المشاهد، زيها بالظبط زي اللي بتبيع نفسها ب 200 جنيه، اللي بتطلع في برنامج تلفزيوني وعندها 18 واحد في الاعداد ومخرج واذاعه وتلفزيونيه وقناه وشبكه تلفزيونيه عميقه، وتقول كلام تافه او تعري نفسها او تعمل زيها زي اللي بتطلع على التيك توك تقلع او تعمل نفس الكلام وتقول كلام قبيح. الفرق في حاجه واحده بس، الاتنين نفس الاخلاق ونفس المبدأ،
ونفس الاتنين بيبيعوا نفسهم، الفرق في حاجة واحدة بس، السعر. فكل واحد يشوف سعره كام. سلام عليكم.